بعيداً عن التعقيدات. كيف يعني المثيل يذذب مثيله؟ سمعنا كتير عن هذا الكلام. ببساطة رح نحكي كل شيء بالكون بينقل ذبذبات، وكل ما كانت الذبذبات مرتفعة بتكون قوتها أكبر. ولأنه المشاعر عبارة عن طاقة فهي بتنشر ذبذبات. هاي الذبذبات بتأثر بمجال طاقة الجسم اللي اسمه الهالة. هاي الهالة أو مجال الطاقة الحيوي المحيط بالجسم يمكن قراءتها ويمكن قياسها، ويمكن معرفة هذا الشخص شو مخزن طاقات سلبية، شو مشتغل بمستويات الوعي لواصل لطاقات إيجابية. هذا اللي اسمه الجسد الأثيري المرتبط بمراكز طاقة بالجسم اسمها الشاكرات. وأي عرقلة بوحدة من الشاكرات أو انسداد رح يمنع تدفق وسريان الطاقة بالمريديان أو مسارات الطاقة. وهذا يلي بيفسر إنه بعض الأشخاص بنقول طاقته تقيلة، والبعض الآخر بننجذب له ما بنعرف ليش. الهالة، فالهالة هي سجلك الروحي، أو بمعنى أدق المشاعر الفكري، واللي يمكن رؤيتها بأجهزة كريليان للتصوير الفوتوغرافي استخدمتها الدكتورة ثيلما موس، وبينت الصور حدوث تقلبات سريعة لألوان الهالة وحجمها بتغير وتبدل المشاعر. والعقل بقى يلي هو جملة الأفكار والمشاعر ما له حدود ولا بعد ولا مساحة، وبيقدر ينقل تأثيره الذبذبي